السلام عليكم. انا كنت اجازه من الشغل وقعدت 7 ايام في البيت مريح على السرير يعني. بس قد ايه يا جماعه وانا بريح كاره الناس الوحشه وعمال بقاسي وانا قاعد. كل دي ناس جت على الواحد. يعني في ست كانت طيبه طالعه بتقول، استاذ طالعه بتقول مين اللي قال لكم ان اللي بياكل معاك عيش وملح بيحافظ على القشره؟ وراحت قايله تف وراحت تف. فعلا يا جماعه والله دي الناس تاكل في بيتك وبره بيتك عيش وملح معاك وياكلوا عيش في الشغل عيش وملح معاك وياكلوا في كل، وهم بيضربوا فيك اسفين او بيضربوا فيك او هم بيكرهوك بس مستفيدين من وجودك. سواء في اي مكان يعني بيكرهوك وما تعرفش ليه. بتاكلي عندي في البيت تكرهيني ليه؟ او بتاكل عندي في البيت تكرهني ليه؟ ايه اللي انا عملته فيك وحش عشان تكرهني؟ اصل على فكره مش سبب ان انا اكون احسن منك عشان تكرهيني يعني او تكرهني. دي ملهاش دعوه. ده اكيد دي قلوب سودا يا جماعه. دي قلوب استغفر الله العظيم وعايز تتفتح ويتطف جواها، يطف جوه القلوب دي. والله ناس كتير مجاريح بسبب الناس اللي ما بيحافظوش على العشره واكل العيش والملح. والله العظيم. وادينا عايشين. يعني مين بيحافظ على العيش والملح؟ قولوا لي. انا اخويا مثلا ما بيكلمنيش عشان ورث. في الشغل مثلا ممكن حبيب كان بيكلمني مثلا كل ما انزل اجازه بطل، وده اذا بطل اكيد هو عنده اعذاره، بس اكيد اما بطل خلاص يعني انت زيك زي اي حد. الواحد بيضحي بحياته عشان شغله واكل عيشه وبيته واسرته والناس من حوالينا. عارف انت اللي هو ايه؟ كان في مره في فيلم يعني هو يعني حزين قوي وعمال يضحك، لكن هو في الحقيقه كده. كذلك الناس دي بتضحك في وشنا لكن من ورا انتوا مين؟ احنا بنكرهكم، احنا عايزين نخلص، احنا لو مش عارف هنعمل فيكم ايه. مين بيحافظ؟ مين بيحافظ؟ الناس بتنسى ان الكلمه الطيبه صدقه. الناس يا اخي عارفين يا جماعه انا في حاجه لطيفه جدا. انا بشتغل يعني وبتعب بس عمري ما بصيت لحد ولا كرهت حد عشان احسن مني ولا كرهت حد عشان اقل مني. حافظوا على العيش والملح والا عليه الغلط. وبصوا يا جماعه هو من الواضح ان عليه الغلط. مع السلامه.